عزيزي الوشر، عزيزتي الوشراء، لا مانع من وقت الى اخر انك انت تفخم في المدير بتاعك، بس ده طبعا لو هو فعلا شاطر من غير تطبيل. ازاي تقول ده حد جامد في المجال؟ he's climbing the corporate ladder، ودي معناها يعني فخم 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 فخامة الفخامة. فخم 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 فخامة الفخامة، وكأنه بيتسلق سلم المجد. طب لو عايز تقول ان ده حد خبرته كبيرة والشركة بتاعته صغيرة، he's a big fish in a small pond، ودي كمان ممكن نقولها لو في حد جامد كده في جروب معين. ولو عايز تقول على حد او عايز تفخم في مديرك وتقول ان هو شغال ليل نهار، he's burning the candle at both ends. he's burning the candle at both ends، بمعنى حد بيشتغل كتير جدا. ولو عايز توصف مديرك او مديرتك ان هو شخص مؤثر جدا وبيعمل اي حاجة علشان التاسك يخلص، هقول عليه he's a mover and a shaker. a mover and a shaker. وعلى فكرة طبعا في طرق أبسط كتير عشان تعرف تعبر عن نفس التعبيرات دي، ولكن السلسلة دي زي ما قلنا للناس اللي حابة توصل للمستوى الادفانسد ويتكلم طبعا زي الأجانب. عزيزي الهارد وركر، لو استفدت من المحتوى هتلاقي اكسبريشنز أكتر في الأكاونت، خد لفة كده علشان تتعلم الإنجليزي بطلاقة لشغلك. ولو عايزين اكسبريشنز أكتر للشغل اكتب لي في الكومنتس كلمة work واسألني، واوعى تترجمها.